لو قلت له تعرف تيك توك بيحسب تيك توك بلد. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم بيدك اللاسم، جبنا لكم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. الفيديو اليوم يا جماعه فيديو عنوانه حلو من اختنا من الصومال. بعت لي هذا الفيديو، قالت لي شوف الفيديو وتضحك لك شوي وبكي لك شوي، ما بعرف ليش يعني هيك. الله يسعدكم. الجانب المظلم والغريب من تيك توك الصومال. نشوف الفيديو نعطي ردة فعلنا عليه. بس كبداية أنا شفته هو ردة فعل شاب صومالي على الجانب المظلم من تيك توك الصومال. نشوف الفيديو ونقول بسم الله. يلا بسم الله. ارجع عبدي. امس وانا بالحمام وانتم بكرامه جاءت لي فكره جباره. يا جماعه الحمام هو الشيء اللي يقدر يجيب لك افكار رهيبه، افكار يعني الواحد ما يقدر يجيبها لما يكون بغرفته، بس لما تكون بالحمام، وخاصه لما تسوي رقم اثنين. ما اعرف ايش رقم اثنين. رقم اثنين هو تأكدت انه في شيء مضحك بهالفيديو. الزبده. الفكره جت بمخي، ليش ما اشوف مقاطع بلدان العالم؟ واول بلد اللي حشوف التيك توك حقهم هو بلدي العزيز، بلدي الجميل، صوماليا. حلو. قبل ما نخش على المقاطع، اول ما تشوف قناتي اشترك في القناه، ما باقي الشهر 7000 مشترك، فتكفون. خلونا ندخل 7000 مشترك يا جماعه. شهر 2 نبي خلاص داخلين 7000 مشترك. 8000 7000. يلا لا نشوف. تمثيلهم الغبي، ولكن في شيء ابي افهمه، ليش الرجال نزل تحت وشال الشيء وعطاها؟ انا ما حتكلم عن تمثيلهم الغبي، ولكن في شيء ابي افهمه، ليش الرجال نزل تحت وشال الشيء وعطاها؟ انا ما ادري وش عطاها، ولكن من المقطع ما عطاها شيء، نزل كذا وما ادري ايش شال، سوى كذا عطاها. ايش عطاها؟ تمثيل موديلات يعني. ايش فيه؟ تعلم شلون تسرق، تعلموا السرقة على أصولها، بالتمثيل أهم شيء. برضو هذه شالت ايش؟ هل انا العميان ام هم من جد شالوا شيء من الارض؟ انا ما فهمت والله. كمان نشوف بالاخير ماشيين كانهم فتيات القوه. والله مظبوط حكي، والله حبيت. مو فاهم ايش قالت. قالت انا تعبت، ولكن الصوت ترى مو صوت الحقيقي. هي شالت من مسلسل مدبلج تركي، ما ادري هندي، شالت له كذا مسلسل مدبلج، خذته مقطعها كانها جالس تمثل، لكن التمثيل هذا زفت بزفت والله. صح معاكي، انا ما بحطمك، ولكن الواحد لما يشوف تمثيل زي كذا والمقطع هذا ما حيحزن معاك ويقول ايش التمثيل رهيب، مسكين. لا، بالفعل شيء يعني غبي. الواحد حيضحك بالمقطع كذا، حيضحك على المقطع ضحك قهر، اسمه ضحك الكرنج. لو واحد يشوف كذا مقطع مرة كذا كرنجي ما يقدر يعصب او يسب المقطع، لا يضحك كذا من القهر. دخلنا اعماق التيك توك الصومالي، ظلام التيك توك الصومالي. حرفيا المقطع من المجاري والله. انا ما توقعت يطلع لي مقطع زي كذا، انا توقعت والله أنا كنت بدي أقول ده مقطع من المجاري. يعني مقطع سيء، ولكن مو اللي درجة، مو اللي دي العفن والقرف اللي شفته الحين. رح أقول لك شغلة وضلي متذكرتيها. بهذا اليوم اللي رح تعملي فيه عرسك انت وارجن وتتزوجيه، استعدي. والله متأثرين بأفلام التركية المدبلجة والهندية، اللي هو متأثرين بشكل. شي شلون هي عم تحكي، يعني ما عم تحكي، ما مبين انه عم تحكي اصلا نفس الكلام. مجنون يا جماعة. اللي ما يعرف يا جماعة، احنا الصوماليين، خاصة الصوماليين اللي عايشين بالصومال، مرة يعني يعشقون الأفلام والمسلسلات المدبلجة مثل التركية والهندية. برضه أفلام الهندية مرة يحبون شيء اسمه فيلم هندي. بس المقطع هذا صراحة شوي عجبني يعني طريقة التمثيل هذه، ما أدري مين هي، لكن أنا أشوفها مرة تغمصت. أنا تعرف تمثل أوكي أحسن من بعض الناس اللي ما والله مزبوط حكي، أحسن يعني أحسن، ماشي الحال. ناس يسوون نفس مقاطعهم يعني من بلدان ثانية، والله تمثيلهم قسم بالله زفت بزفت. الله أنا جوعانة، الله أنا جوعان. أعوذ بالله. كوية طبنبل؟ لا هذا ما يقبل. أنا هلبل وايد. ذاك كان يعني يقول انا جوعان، فذاك جاله
قال له انت حامل؟ ايش دخل حامل؟ هو قال انا جوعان. وهذا ديك جد قالت له والله ماني عارفان يعني. انت برضو حامل؟ ده قال ايوه انا حامل بالشهر الاول. ركبوا كذا صوت ضحك يعني عشان الناس يضحكون. لا راح اضحك يعني اضحك. تشوفني اضحك؟ لا سماجة. انا ضحكت على الغباء يعني. بالله سماجة وانا ضغطي ارتفع والله خلاص. والله انا جوعانه والله قاجر ادوق تعبانه والله كوي تمك اياه وحواد اخوتي السجال. وش وضعه بكل مقطع يقول انا جوعانه انا شب. ايش فيك؟ ايش ذا خلاص؟ ولا بيجي كل مقطع ولا بيجي واحد باللون انت حامل. يقول انا جوعانه انا شبعانه. ايش فيك؟ خلاص فهمنا. غير جيب شيء ثاني شيء جديد. تعيد نفس الشيء نفس الكرنج. اخوان ترى تيك توك الصومالي فيه مقاطع رهيبه، مقاطع تضحك، مقاطع تعليميه، في اشياء رهيبه، لكن انا قررت اني اشوف الجانب الكرنجي، ولكن ما توقعت يكون كرنجي لدرجه. الكرنج هذا قسما بالله ليفل مليون، ليفل مليار مو مليون. اول مره بشوف هيك فيديوهات انا. ها خير والله العظيم ما اكذب عليكم، الاشكال هذه اتحداها تطلع بالشارع وهي كذا، مو في اوروبا او لا في الصومال. اتحداها تطلع بالشارع وهي كذا حاطه مكياج ولابسين ملابس بنات، والله ما حيعيشوا. يعني على طول بيجون فأس كذا من حيث لا تعلم، سكاكين، مسدسات، والله ما حيعيشوا. ما بيسترجوا. صدقوني هم يسوون كذا عشانهم عايشين برا، مو عايشين بالصومال، لان لو كانوا عايشين بالصومال ما حيعيشوا. دقيقة هذه وش فيها؟ جالس تربطه او تغطيه بالمعويس، هذه نسميها معويس، انتم تعرفونها، يمكن الشعب اليمني برضه يلبسونها، يعني الرجال يلبسونها. في ليش تغطيه كذا بوجهه؟ لا هذه معويس، هذه يلبسونها هنا، مو بطانية تراك. شوف الشايب التعبان هذا، لو قلت له تعرف تيك توك بيحسب تيك توك بلد. وجابه هنا ليش مصور معاها مقطع بالتيك توك؟ ايش ده يا ولد؟ وهذه وش فيها فرحانه؟ انا اعرف لما البنت يزوجونها واحد شايب كبير تكون حزينه مكتئبه، لكن هذه مره فرحانه مستمتعه. شو يعني بشوف هيك مقاطع يعني ما حبيت هيك مقاطع يعني بصراحه. 90% من مقاطعهم حب، تلقى واحد يحضن واحدة تحضن واحد، تمسك راسه وتجلس تغني، واحد يرقص مع واحدة، والله يعني الشعب رومانسي، وانا ما ادري ليش ماني زيهم. ولو انتهى الفيديو الله يسعدكم، تحية كبيرة لكم، تحية كبيرة لاخونا عبد الرحمن على الفيديو الرائع، حبيته كثير. الجامع ما بعرف يعني اسمه عبد الرحمن، يمكن هو. تحية كبيرة لكم، تحية كبيرة له. حبيت الفيديو، حبيت يعني هيك مقتطفات ضحكنا سوا. اذا انتم ضحكتوا اعطونا لايك واشتركوا القناه، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم مع العيله وين ما كان لحتى بتفهم بدي اشوف غيركم. كان معكم عبيد كلاس والسلام عليكم. عبيد عماد فوق هيك المعنى عم فهمك، ما بتهمك بالغباء، بس الفشل فيكن داء، خل امل ودواء، فما بفكر فيكن لا. بديت من الصفر ما حدا معي كمل، فكروني ما رح وصل بس لكني بالقمة، انا صرت فوق قاعد فين عم اتامل، هلا الكل صار يحبني بس لاني صرت الاول.